الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي في الله، أخوتي وأخواتي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلت مع حضراتكم ومعي أخي وفضيلة الشيخ سعيد الشرقاوي بارك الله فيه مع قصص القرآن. تكلمنا طبعا في الحلقات الثلاث إن شاء الله. نكمل. تكلمنا في الثلاث حلقات عن السحرة والملكين ببابل هاروت وماروت. النهارده نتكلم برضو ما زلنا سورة البقرة مليانة قصص سورة البقرة. هتكلم عن البقرة، يعني هي أطول سورة في القرآن، وسميت بسورة البقرة لأن موضوع البقرة كان حدث عظيم رغم أن آياتها بسيطة بالنسبة لآيات البقرة سورة البقرة. فمع الآيات اتفضل يا عم الشيخ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق الله العظيم. طيب، من موسى؟ كلنا عارفين مين موسى. من موسى؟ سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كليم الله، كليم الله، ومن أولي العزم من الرسل. ومين موسى مع بني إسرائيل؟ نبيهم ورسولهم، ومن جعله الله سببا في نجاتهم من فرعون. فالموضوع البقرة يشمل مواضيع كثيرة جدا جدا، أهمها يوضح لنا من هم بنو إسرائيل. انظر إلى علاقتهم. وإذ قال موسى لقومه، يعني كليم الله نبي الله الذي جاءهم بالتوراة والذي هرب بهم من بطش فرعون وجنوده، والذي بسببه أنزل الله عليهم المن والسلوى، بيكلمهم وبيقول لهم إيه؟ إن الله، هو طبعا نبي، فلما يكون جاي الكلام يبقى معروف الكلام من الله سبحانه وتعالى، لكن هو أكد ليهم بأداة التأكيد إن الله، يبقى حرف توكيد ونصب. إن الله يأمركم، يبقى الأمر جاي من مين؟ جاي من الله سبحانه وتعالى. أن تذبحوا بقرة. رد الفعل قالوا أتتخذون هزوة؟ يا الله يا الله، نبي الله يقول إن الله يأمركم. رد الفعل أتتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يستبرئ بحول الله وقوته إنه هو يجهل شيء، إنه يجهل شيء أمره الله، لأن الله أمر بني إسرائيل على لسان نبيهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فيستبرئ أمامهم ويستبرئ لله سبحانه وتعالى. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أنا مش جاهل بأوامر الله ولا جاهل باللي بتكلمه بقوله لكم، أنا بقول لكم كلام من الله. إن الله يأمركم. فالآية الأولى من الحديث عن البقرة توضح لنا كمية الفظاظة والقسوة
في قلوبهم فقست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. لكن هؤلاء أصفياء سبحان الله. بالأمس القريب نجاهم الله من فرعون، بالأمس القريب أنزل عليهم الله المن والسلوى، ومع ذلك عندما يأمرهم كليم الله يقولون أتتخذون هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طب ربنا بيأمرهم ليه؟ يذبحوا بقرة. ليه بقى؟ إيه سبب ذبح البقرة؟ وليه الأمر جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. حتى لا أطيل عليكم نكتفي بهذا القدر، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.